الو. ايه يا ام شيماء، عامله ايه؟ ازاي اخبارك؟ ايه يا ام شيماء، مالك كده؟ شايفاك عماله تتنهنهي على الفيسبوك وهري هري هري وعياط عياط. ايه في ايه يا وليه؟ الاسعار يا ام شيماء، اسكتي اسكتي يا اختي على الاسعار وسنين الاسعار. انا بقيت اخاف انام يا ام شيماء، بقيت اخاف انام يا ام شيماء، لا يعلوا الاسعار واحنا نايمين. منه له منه له ان شاء الله. بس اجمدي كده يا ام شيماء، خير خير ان شاء الله، لعل يعني دول 7 سنوات عجاف، واللي جاي ان شاء الله بقى يبقى زبادي خلاط ان شاء الله. بيقول لك يعني بعد ال40 الدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله، بقى استحملي. بعد 40 سنة لا فل الله ولا لا ال40 التانية يا ام شيماء، ال40 ابو قرص وبردقان، لما تموتي بقى ان شاء الله ترتاحي بقى الراحة الابدية يا ام شيماء، ولا تسألي عن اسعار ولا مش اسعار. لا مش لما يبقى عندك 40 سنة يا حبيبتي، ال40 اللي بنجيب لك فيه البلح يا حبيبتي ونجيلك على التراب. لا استحمل، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا مش لازم كلنا نقف كده هو جنب واحد لحد لما نتخنق كلنا ونطرشق من جنب من جنابنا. كتب المدرسة شفتها يا حبيبتي. مش قادرة اقول لك انا عملت ايه، هبقى اقول لك بعدين. ماشي خلاص يا ام شيماء، ربنا يسترها على الجميع. خلاص خلاص. ترغي كتير انت يا ام شيماء، بتحرقي معايا في الكلام. يلا في رعاية الله يا ام شيماء، غرف 60 داهية، مع السلامة. طيبة أوي ام شيماء دي، ولتتة وعجانة. يلا مش مشكلة، كشتي ولع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش تقول لي ام شيماء إن الطرحة مش معدولة؟ فيش واحدة تحب الخير لواحدة أبدا. عدلتها انا في الفصل بس برضك شويه. بيقول لك بقى يا عم، ان احنا يعني الخبراء الاقتصاديين عملوا قعده زي قعده عرب كده، وجاب قال لك يا خبير، وبعدين في الطين اللي احنا فيه ده هنقول للناس ايه؟ طب ونعمل معاهم ايه؟ قال لك لا ان شاء الله بقى في خبراء اقتصاديين قعدوا وقروا المشهد. يا رب ان شاء الله تبقى في قرايه في صالحنا باذن الله. قال لك كده انا ممكن اشتم. فالخبراء الاقتصاديين بقى قال لك ايه؟ قال لك ان احنا لسه ما وصلناش لذروه التضخم. يعني التضخم اللي احنا حاسين بيه ده لسه باقي منه 40%. يعني مثلا يعني حضرتك لو بتجيب كيلو الرز ب 30 جنيه، فانت بقى حط 30 يعني بتاع حوالي 11 جنيه. يعني لو كيلو الرز دلوقتي ب 30، بعد التضخم اللي بيقول عليه هيوصل 40 جنيه. فانت تساله وتقول له طب ليه يا خبير يا اقتصادي؟ قال لك علشان احنا قلنا من الاول ان احنا هنوصل الذروه بتاعه التضخم في الربع الاخير من السنه. طب ليه نفهم برضك، نحب نفهم. فاكرين كده من حوالي شهر او اكتر لما عملت لكم فيديو وقلت لكم ان صندوق النقد قال للحكومه يعني او قال لمصر عامه انه علشان تحصلوا على القرض بتاعكم كامل مكمل لازم انتوا كمان يا حبايب قلبي تعملوا لي تعويم كامل للدولار. يعني تخلوا الدولار بالسعر اللي التجار بتوع السوق الموازي بيتعاملوا بيه. لما عملت فيديو من كام يوم وقلت ان سعر الدولار وصل 40 وحاجه و40، الناس بقى داخله ايه؟ اللي هم بتوع حاره المطبلاتيه دول. يا شيخة حرام عليكي، ده الدولار ب 30 جنيه. الدولار ب 30 جنيه فين يا الدلعادي؟ الدولار ب 30 جنيه فين يا عينيا؟ البنك يكتب اللي يكتبه، التجار بره بيتعاملوا بسعر تاني. تجار الذهب وتجار اللي بيستوردوا الحاجات من بره بيتعاملوا على الدولار. كان الدولار ب 40 جنيه، دلوقتي بعد لما البنك رفع سعر الفايدة تاني الدولار بقى ب 43 و 44 في السوق الموازية، اللي هي بين قوسين السوق السوداء. حضراتكم التجار والناس اللي بيستوردوا ما بيروحوش يجيبوا الدولارات من البنك. سلام عليكم، لو سمحت يا بنك اديني شويه دولار من اللي عندك من ام 30 جنيه دول عشان انا عايزه استورد شويه حاجات. لا يا حبايب هم بيتعاملوا كده، ليهم تعاملات وصرف كده تانية غير اللي انتوا تعرفوها. البنك يكتب 30 جنيه زي ما هو عايز، زي كده ما بينزلوا لنا في درجات الحراره. ان مثلا يقول لك درجه الحراره النهارده 28 وانت تبقى واقف مثلا في العربيه اريها لك 58 بقى 60، يعني انت وحظك بقى 60 ده على المعاش يعني. فاللي البنك يكتبوا حاجه واللي على الارض الواقع حاجه تانية. يا جماعه الدولار في السوق الموازيه معدي ال 40 جنيه على شهر 9. شرط من شروط القرض علشان يجي كامل ان يحصل تعويم جديد.
فطبعا ده بالنسبه لي ده مش تعويم، ده غرقان خلاص بقى. يعني الجنيه لا عايز عوامه وزه ولا عايز احنا بقى، ده هو عايز بقى احنا مش عارفه نعمل فيه ايه الصراحه. يعني تخيل بقى حضرتك على الاسعار اللي هو لسه ما حصلش التعويم اللي بيقولوا عليه، واحنا فطسانين. فاكرين انتوا زمان بتاع الاعلان، انت يا ولا يا عيد اطلع من الترعه يجي لك بالهريسيا. احنا كلنا جوه الترعه وجوه البلهارسيا. في اللي حاصل ده احنا مش عارفين نرفع راسنا. مش عارفين نرفع راسنا، ولا في حاجه ولا حلاقه من خيبتنا. يعني انت تيجي لسه قايم كده تلاقي الرز غلي، هوب تقوم تلاقي البيض غلي، هوب تقوم السكر غلي، فانت ما انت مش عارف تعيش. الناس بقى اللي بلا مخ، او الناس اللي هي يعني برضك بتوع حاره المطبلاتيه، اللي يقول لك هو انتوا كل حاجه يا جماعه اكل وشرب. لا انا ما فهمتش يعني الجزئيه دي انا ما فهمتهاش برضك. يعني نقول للعيال الصغيره ايه؟ نكلم العيال ازاي ان مش كل حاجه اكل وشرب؟ يعني هم عيال صغيره لسه بتبدا تتكون. فحضرتك مثلا قصدك على الكارير مثلا، ان مثلا احنا هنبقى بعد ما التضخم ده ما يخلص كل واحد فينا هيبقى وزير ويعيش في فيلا، ما عند قصر كمان، ما عنديش اي مشكله. يلا كلنا نستحمل يا جماعه، ونقف كلنا مع مصر ونحيي مصر ونطلع من بقنا وندي لمصر. لكن الانسان ابسط حقوقه في الحياه ان هو يطفح يسمم. فتيجي حضرتك كده يا مستر عبطولايا ومدام هطلايا، تيجي تقولي لي مش كل حاجه اكل وشرب. ما هو ابسط حقوقي في الحياه دي حاجه ما نتكلمش فيها. يعني فاهم انت؟ دي مثلا زي ما يكون واحد مثلا جاي يتقدم لبنتك، ما اقولوش انت هتقعدها في شقه ولا في الشارع، عشان دي بديهيه ان هو ان شاء الله لازم يقعدها في شقه، فمش احنا مش هنتكلم فيها. لكن تخيل بقى احنا بنتكلم عن ابسط حقوق، ان انت تاكل تشرب يبقى عندك نور زي البني ادمين. دول بقى مش متحققين. ها؟ هل بقى حضرتك انت ليك اي حقوق تاني؟ هل بقى حضرتك يا اللي طالعه تقاقي وتقول لنا اصلي مش ما احنا لازم نتكلم، ما احنا لازم حد يسمعنا ويشوف، لا يكونوا مفكرين مثلا ان التعويم ده حصل فاحنا بقينا من اثرياء العالم وبقينا بسم الله ما شاء الله ماشيين يعني بنلعب بالفلوس لعب بقى، وبيجوا كل يوم يدونا مثلا بالمليون جنيه كل مواطن. ما تنزلوا تشوفوا اسعار الشقق بقت عامله ازاي. بقيت اسمع ارقام فلكيه، تلاقي مثلا شقه 100 متر كاتب عليها صاحبها 2 مليون جنيه. ايه هي 2 مليون جنيه دول؟ يعني انا افتكر مثلا زمان دول 2 مليون جنيه تروح تشتري جزيره لوحدك وتعيش فيها بقى تقرفناش. تلاقي اسعار العربيات بكام يا عم؟ العربيه يقول لك عربيه محترمه دي بمليون جنيه. لا يا عم شوف لنا من عربيات قليله الادب، شوف لنا مشي حالنا. يعني ايه يا مطبلاتيه؟ ما تخرسوا شويه. ما تنزلوا تشوفوا اسعار الشقق بقت عامله ازاي. بقيت اسمع ارقام فلكيه، تلاقي مثلا شقه 100 متر كاتب عليها صاحبها 2 مليون جنيه. ايه هي 2 مليون جنيه دول؟ يعني انا افتكر مثلا زمان دول 2 مليون جنيه تروح تشتري